السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل سبونج حلو اوي، هنعمله بال5 بيضات ودقيق عادي. النتيجة بتاعته بسم الله ما شاء الله حلوة اوي. حطيت 5 بيضات، حطيت كوباية سكر، حطيت معلقة محسن جل كبيرة، كنت حاطة البيض في التلاجة، وحطيت كوبايتين وربع دقيق او ممكن تحطي كوبايتين، بس انا حطيت كوبايتين وربع وطلع حلو اوي. حطيت كيس بيكنج باودر او كيك شيف بيبقى حلو اوي. حطيت فانيليا. هحط بقى شوية ميه صغيرين خالص، بس ميه متلجة فيها تلج. هحط شوية صغيرة في الاول كده، وبعد كده هحط شوية بشوية عشان يعلى معايا الاسبونج ويديني نتيجة حلوة. حطيت اكتر من النص كوباية، يعني هو مفروض نص كوباية بس انا حطيت اكتر من نص كوباية عشان كنت مزودة شوية دقيق. وبسم الله ما شاء الله كان البيض عندي كبير، حجم البيض ما بيبقى كبير بيزود معايا الارتفاع بتاع الاسبونج وبيبقى حلو النتيجة بتاعته اوي. فانا كل شوية بحط حبة كده، ومشغلة طبعا الفرن على درجة حرارة 180. بعد كده بقى حطيت اما اترفع معايا حطيت 3 معالق كاكاو او 4 لو الكاكاو عندك حلو. حطي 3، لو لقيتيه مش حلو قوي حطي 4. شايفين بقى القوام عامل ازاي؟ انا بحط الكاكاو بعد ما يتضرب معايا ويعلى معايا بروح حاطه الكاكاو، عشان لو حطيته في الاول الاسبونج ما بيعلاش ويبقى حلو، ما بيعجبنيش يعني. خلاص بقى كده شايفين عامل ازاي القوام بتاعه، رغم انا مزوده الميه بس بسم الله ما شاء الله النتيجه بتاعته حلوه قوي. هحاول بقى اسويه كده، وزي ما قلت لكم انا مشغله الفرن. الحله دي مقاس 24، حطيت فيها 5 بيضات وادتني نتيجه حلوه قوي. الاسبونج طلع معايا 5 طبقات. هحاول بقى اسويه كده وامسح كل اللي في الحله ما تخلوش حاجه. ده سبونج بيتي، انا بحب اشتغل بالبيتي، النتيجه بتاعته حلوه وبيبقى طري قوي، وبعدين بقى ارخص من التاني، يعني التاني بقى غالي قوي والواحد ما عادش بيقدر يشتريه. فالبيتي جميل قوي ما شاء الله ونتيجته بتطلع حلوه قوي، بس انت اظبطيه ويديكي نتيجه حلوه. عملت كده بالشيش كده عشان يتساوى معايا، ولو في اي حاجه فراغات ولا حاجه. بعد ما سويته ده بقى تاني يوم سبته لتاني يوم كده في الحله وغطيته، بقى طري قوي ما شاء الله النتيجه بتاعته حلوه قوي. شايفين عامل ازاي الارتفاع بتاعه؟ بسم الله ما شاء الله جميل قوي. هقشر بقى الوش كده. الوش بيبقى ملزق بيضايقني اوي، مبحبش اشيله بايدي، بس ما بعرفش اشيله كده الا بايدي، يعني بحس لو انا شيلته بالمنشار هيشيل منه كتير قوي وهيبهدلي الاسبونج بتاعي. فانا بشيله بقى بايدي كده وخلاص. برميه طبعا ما بيتعملش بيه حاجه. هيديني بقى اللهم صل على النبي 5 طبقات، وطبقات حلوة يعني مش طبقات صغيرة، الطبقات بتاعتها حلوة قوي ما شاء الله. كان الارتفاع بتاعها حلو قوي. اول طبقة اهي شايفين عاملة ازاي، شايفين الكيكة اصلا عاملة ازاي ما شاء الله حلوة قوي طرية، والنتيجة بتاعتها بسم الله ما شاء الله جميلة. انا طبعا هحط 4 طبقات، والتالتة دي انا هخليها اعملها كده كوبايتين، يعني مش هشتغل بيها على التورته، هسيبها اعمل بيها كوبايتين كده للبيت وكده. اول طبقه شايفين الارتفاع بتاعها عامل ازاي. هسقي بقى الشربات بتاعنا عباره عن سكر وميه. ممكن تحطي ليمون، انا ساعات ما بحطش ليمون، ما بيكون مستعجله ما بحطش ليمون. حطيت بقى ضربت الكريمه بتاعتي. كوبايه كريمه بتحطي عليها كوبايه ونص ميه او كوبايتين ميه عشان احنا في الشتاء وكده. حطيت جناش كده في الحشو وسقيت برضو. التورتيه كانت سهله وبسيطه، ما خدتش معايا اي وقت ولا مجهود ولا حاجه، والنتيجه بتاعتها بسم الله ما شاء الله عجبتهم قوي. دي الطبقه الثالثه، وزي ما قلت لكم عملت ال5 بيضات ادوني نتيجه حلوه قوي للتورتايه، وكانت عاليه ما شاء الله، بس كان البيض كبير. اما بتجيب البيضه حجمها كبير بتديكي نتيجه حلوه قوي وارتفاع حلو معاكي في الاسبونج. البيض صغير ما بيعللكيش الاسبونج، عشان كده انا زودت شويه دقيق. لما جيت لقيت البيض ما شاء الله كبير وكده فزودت شويه دقيق فاداني ارتفاع حلو قوي. خلاص بقى دي اخر طبقه كده. انا حطيت 4 طبقات حلوين قوي، السمك بتاعهم حلو. انا هجلسها كده واي حاجه كده، وبعد كده احطها في الفريزر ساعه نص ساعه، لو انت مستعجله عليها حطها نص ساعه بس تشد،
عشان الفرافيت اللي فيها دي. وبعد كده هجلسها بقى تاني وش تاني عشان تنعم معاه وتبقى حلوه. التورتيه دي طلعتها، اللهم صل على النبي، ب250 جنيه. ارتفاعها حلو قوي، وكمان مش باينه في التصوير، يعني هي في الحقيقه الارتفاع بتاعها حلو، ومقاس 24 حلوة اوي. ممكن تطلعها ب230 220 حسب الجو اللي عندك وكده. طبعا انا كده بعد ما طلعتها من الفريزر رجعت حطيت لها بقى كريمه تاني اهيت. هرجع بقى اسويها تاني كده. المرحله دي بقى براحتك خالص، سوي براحتك خالص لحد ما تتظبط معاكي. طبعا في الاول الواحد مبيبقاش لسه برضه عارف يظبط الحاجه، لكن مره على مره بتعرفي تظبطي الكريمه وبتعرفي تظبطي التورتيه معاكي، بتطلع مسويه وحلوه. خلاص بقى كده. كده بقى ايه، خلاص قربت تتسوى معايا. هحط لها بقى الجناش، بس ما اسويها من فوق كده واظبطها من فوق. هحط لها الجناش بقى. انا عامله بقى بعمله اول حاجه قبل ما اشتغل في التورتايه، بيكون انا عامله الجناش بتاعي، بعمله بميه وبحط عليه مكعبين زبده كده واحط شويه ميه. طبعا انا ما اعرفش لحد دلوقتي انا بحط ميه قد ايه، ما يعني ما عيرتش وكده، انا بحط بالبركه، ولو عوزت تاني برجع احط. فهحاول بقى الايام الجايه كده اروح اعرف المقادير بالظبط عشان اقولها لكم. لو في بقى حته فاضيه كده بروح راجعه حاطه فيها كريمه لحد ما تتظبط معايا يعني، وتديني النتيجه اللي انا عاوزاها. هنحط بقى الجناش كده، حطاه في كيس حلواني هحطه. طبعا هو كان سخن يعني ما كانش بارد، عشان كده بينزل بسرعه. ما كنتش طبعا يعني التزيين، انا ما كنتش حاطه تزيين في دماغي، انا عملتها كده عشوائي. بس بسم الله ما شاء الله في الاخر طلعت رقيقه وحلوه قوي. لكن ما كانش في دماغي حاجه معينه. انا لما باجي اعمل التورته اصلا ما ببقاش عارفه اعملها ازاي، غير لو حد قال لي انا عاوزه الشكل ده. غير كده ما ببقاش عارفه ازوقها ازاي او اطلعها شكلها ايه. هي بتطلع بقى معايا كده ايه، بالصدفه كده. عملت بقى روزيتات من تحت كده وظبطتها ومن فوق. حطيت بقى الجناش كده على الوش. هنحط بقى شوكولاته كده بسيطه، حاجات رقيقه كده مش حاجات كتير. حطيت اوريو، فتحته كده وحطيته حوالين التورتايه. واحط بقى كريسبي كده لونه بني، واحط شوكولاته. احط بقى صوص شوكولاته كمان عليها كده بعد ما اخلصها. هي كده بقى خلاص خلصت معايا. حطيت بقى كريسبي كده لونه بني، مش عارفه هو لونه ايه بصراحه يعني. وارش بقى شوكولاته كده من فوق. ودي بقى كانت اخر حاجه في التورتايه. يا رب يكون عجبتكم، ومع الف سلامه.